كم هو سعر الإقامة في الكويت للمصريين؟ ولماذا تم وضع رسوم على دخول وخروج المصريين إلى الكويت؟ إن دولة الكويت بها العديد من المصريين المقيمين، وكذلك يرغب الكثير من المصريين في مصر بالسفر إلى دولة الكويت بهدف العمل فيها، ولكن قامت السلطات المختصة الكويتية بتحديد سعر الإقامة في الكويت للمصريين، بالإضافة إلى وضعها رسوم على الدخول والخروج من الكويت. وبالفعل تم تنفيذ القرار وإرساله إلى كافة الموظفين في مطار الكويت ليقوموا بتنفيذه بكل حزم، حيث أصبح مفروض من الآن على كل مصري مسافر من وإلى الكويت أن يسدد قيمة هذه الرسوم، ومن يخالف هذا القرار سيعلد وسيعرض نفسه للخطر. أعلنت السلطات المختصة في الكويت عن قرارها الذي يخص تسديد الرسوم للدخول أو الخروج من الأراضي الكويتية للمصريين، ووضحت أن سبب تطبيق هذا القرار هو قيام الحكومة المصرية بفرض رسوم محددة لكي يتم دخول أي مواطن كويتي إلى مصر، حيث يجب أن يقوم الزائر الكويتي بدفع 25 دولار سواء في الدخول أو الخروج. فقد فرضت الحكومة الكويتية على دخول وخروج المصريين في الكويت حوالي 9 دينار، أي ما يعادل بالمصري 568 جنيه. وقد أصدرت الحكومة أمر بتنفيذ هذا القرار في جميع مطارات الكويت، وشددت على ضرورة تطبيقه، وأن أي شخص سوف يخالف هذا القرار سيتم عرضه للمساءلة القانونية. إن كنت تريد الإقامة في دولة الكويت فيجب عليك أولا أن تحضر بعض الأوراق المهمة، مثل شهادة صحية تثبت عدم المعاناة من أي مرض، وأن يحصل المتقدم من وزارة الداخلية على تصريح بالإقامة. أقصى حد لمدة الإقامة بالكويت يكون 5 أعوام. إذا تم رفض الإقامة فيجب على مقدم الطلب الخروج خارج الدولة فورا، ولا بد من وجود وظيفة ثابتة لدى المتقدم. وختاما، تعتبر الكويت من أكثر الدول العربية المعروفة بتوافر فرص العمل فيها بشكل كبير، كما أن رواتب وظائفها الشهرية تكون مجزية جدا، لذا يفضل كثير من الناس الذهاب للعمل فيها. وتقدم السفارة المصرية في دولة الكويت لأبنائها خدمة الاستعلام عن جاهزية جواز السفر بالقنصلية المصرية بالكويت، كما تقدم العديد من الخدمات الأخرى الضرورية على موقع القنصلية المصرية، مثل خدمة نماذج الشهادات الإدارية وخدمة الاستعلام عن الفيش. وفي هذا الصدد سنتعرف على رابط الاستعلام عن جاهزية جواز السفر لدى القنصلية المصرية في دولة الكويت، وأيضا كيفية الاستعلام عن جواز السفر. كما يستطيع الوافد المصري أيضا في دولة الكويت الاستعلام عن طلب تجديد صلاحية جواز السفر أو إصدار بدل فاقد في القنصلية المصرية بدولة الكويت بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي والخاص بالقنصلية المصرية على الإنترنت. كما توضح الخطوات القادمة كيفية الاستعلام عن جاهزية جواز السفر بالقنصلية المصرية في الكويت، من خلال الانتقال للموقع الإلكتروني للقنصلية المصرية بالكويت، النقر على الرابط المدرج ضمن الصفحة، الضغط على الخدمات الإلكترونية، الضغط على خدمة الاستعلام عن جاهزية جواز السفر، كتابة رقم إيصال الاستلام الخاص بمقدم طلب، كتابة الكود الرقمي للتحقق من هوية المستخدم، الضغط على زر إرسال، الاطلاع على نتيجة الاستعلام عن حالة جاهزية جواز السفر لدى القنصلية المصرية بالكويت.